ما توفي حقه، وما أستطيع أن أتكلم بسعادة بدقائق معدودة. أعتقد نحتاج إلى جلسات، نحتاج إلى أن نشرح حتى كتاب نشوء الأمم، نعمل له مؤتمر كامل ونتكلم عن تاريخ نشوء الأمم ورؤية سعادة من ذلك العصر إلى هذا العصر. هل تتناسب مع هذا العصر؟ نأتي بمفكرين، بكتاب، بأساتذة في علم الاجتماع، ونحاول نسلط الضوء على هذه الرؤى وهذه الكتب وهذه المقالات وهذه المقولات، ونسقطها على واقعنا المعاصر. هل تتناسب مع هذا المجتمع أم لا تتناسب؟ هل تتناسب مع هذه المرحلة الحساسة بتاريخ الأمة؟ أعتقد هذا السؤال يحتاج منكم كلكم دون استثناء، لكل محبين السعادة، يعني ما بجواب الآن، كل إنسان يفكر في بينه وبين نفسه يقول فعلا ماذا قدمنا للزعيم أنطون السعادة. لابد أن نبدأ من حيث انتهى. لابد لنا بكل صراحة، إذا كنا أوفياء ومحبين لهذا الزعيم، لهذا الرجل العظيم بعطائه بعقله وأوفياء لدمه، ولن قدم روحه وقدم كل شيء، لابد أن نبدأ من حيث انتهى الزعيم أنطون السعادة، وهذا أقل شيء. شكرا لكم لحسن الاستماع، وشكرا لهذه الفرصة. شكرا. شكرا للدكتور الصديق عبد العزيز بدر القطان.